المشاهدون الأكارم سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. مستشفى مندفر المرجع يسجل تطورا ملحوظا في الكوادر والتجهيزات الطبية. إجراءات حماية الغابات في مديرية منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. ترامب يترقب رد طهران، وإسرائيل تتوعد بشلل كلي لقطاع الطاقة الإيراني. كوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وقادة الآسيان يختتمون قمتهم 48 بالاتفاق على عمل الطاقة. أهلا بكم. أوضح مدير الخدمات الطبية في مستشفى مندفر المرجعي أن المستشفى شهد خلال السنوات العشر الأخيرة منذ فجر الاستقلال تطورا لافتا على مستوى الكوادر البشرية والتجهيزات الحديثة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبين الدكتور سعري تسفو أن تحسين الصحة العامة يمثل أحد الأهداف الأساسية التي يجري العمل عليها بصورة متواصلة، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي أنجزت بالمستشفى شملت تركيب محطة الإنتاج الأكسجين وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية مع توفير مولدات احتياطية إلى جانب نظام حديث للتخلص من النفايات الطبية. وأشار إلى أن عدد الكوادر الطبية المتخصصة شهدت ارتفاعا من حيث الكم والنوع، حيث يضم المستشفى حاليا اختصاصيين في الأمراض الباطنية والجراحة وطب العيون وأمراض النساء والناسور، إضافة إلى أطباء مختصين في طب الأطفال، الأمر الذي ساهم في تحسين خدمات التشخيص والعلاج. وأكد الدكتور سعري أن المستشفى لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يؤدي أيضا دورا تدريبيا مهما من خلال توفير التدريب العملي للممرضين المساعدين، مؤكدا استمرار العمل لبناء منظومة صحية قادرة على مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية المختلفة. أكدت سلطة الغابات والحياة البرية أن الجهود المبذولة لحماية الغابات والحياة البرية في مديرية منصورة بدأت تحقق نتائج إيجابية، وذلك من خلال تنفيذ إجراءات رقابية وتوعوية تهدف إلى الحد من التعديات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد عنداي جبرس جابير في تصريح لوكالة الأنباء الإريتريا إيرينا أن 41 عضوا يعملون ضمن لجان رقابية موزعة على 5 إدارات ضاحية يواصلون تنفيذ مهامهم بصورة منسقة للحد من تدهور الغابات والحياة البرية، الأمر الذي ساهم في عودة الأشجار والنباتات المحلية وبعض الحيوانات البرية إلى بيئتها الطبيعية. وأشار إلى أن برامج التوعية والتثقيف التي نفذت بالتعاون مع الشركاء ساهمت بدورها في رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن حملات التشجير بدأت تلقى استجابة أوسع من المواطنين. من جانبه أوضح مدير إدارة ضاحية مانتاي السيد حدوق آدم أن السكان يشاركون بوعي في مكافحة ظاهرة قطع الأشجار، لكنه أشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية في عدد من المناطق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتسببين في قطع الأشجار بصورة عشوائية وغير مسؤولة. نظم اليوم السبت 9 من مايو برنامجا لتوزيع الجوائز في توراري على 481 طالبا وطالبة من المتفوقين في الامتحان الثامن للعام الدراسي 2024-2025 بالأقليم الأوسط، بعد تحقيقهم نتائج بلغت 90% فما فوق. وخلال الحفل أوضح المنظمون أن نسبة الطالبات ضمن المتفوقين بلغت 55%، كما تم منح ميداليات وشهادات تقدير للمتفوقين، إلى جانب تقديم كؤوس تكريمية لستة طلاب سجلوا معدل 99%، فضلا عن جوائز مالية للمدارس المتميزة. وأشار مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الأوسط السيد سامسون كفل مريم إلى أن الاتحاد بالتعاون مع التعليم وشركائه واصل تنفيذ برامج تحفيزية متنوعة
لتعزيز اهتمام الطلاب بالتحصيل العلمي، مبينا أن عدد المكرمين هذا العام سجل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. من جانبه أوضح مسؤول فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أن الهدف من برنامج التكريم يتمثل في تشجيع المتفوقين وغرس روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق الدراسي. أكدت فعاليات افتتاح معرض الكتب والابتكارات والإبداعات التي أقيمت في 8 مايو في مدينة كرن أن الابتكار والإبداع يشكلان ركيزة أساسية لدفع مسيرة التنمية. وينظم هذا الأسبوع الثقافي تحت شعار المعرفة أساس الابتكار والتنمية، بهدف تعزيز المشاركة الإبداعية للشباب باعتبارها جزءا من الأولويات الوطنية، إلى جانب تشجيع المبادرات التي تسهم في إيجاد حلول تخدم المجتمع. وأوضح مسؤول مجلس الابتكار والإبداع بإقليم عنسبة المهندس آرون محرتابه أن المعرض يمثل منصة لتحفيز الطاقات الشابة وإبراز دورها في التنمية، مشيرا إلى أن البرنامج الذي يستمر حتى 10 مايو يضم 65 ابتكارا في مجالات متعددة تشمل الصناعات الحديدية والخشبية والغاز الحيوي والبرمجيات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وغيرها. من جانبه أشار عضو مجلس الابتكار والإبداع الشاب فيليمون أفورقي إلى أن البرنامج يتضمن أيضا دورات تدريبية تهدف إلى تنمية وتشجيع قدرات الطلاب في مجالي الابتكار والإبداع، داعيا الجهات الشريكة إلى تعزيز مساهمتها في دعم هذه المبادرات. وأعرب عدد من الزوار عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه المعارض، مؤكدين أنها تسهم في نشر روح التنافس الإيجابي وتحفيز الشباب على الإبداع، معربين عن أملهم في استمرارها وتوسيع نطاقها. يذكر أن معارض مماثلة للكتب والابتكارات والإبداعات ستنظم كذلك في مختلف المديريات بإقليم عنسبة. عقد مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي سيمينارا يوم 7 مايو في دكمحل لعمال القطاع العام حول أهمية العمل الجماعي. ركز السيمينار على العمل الجماعي داخل المؤسسة وبناء فريق عمل فعال وتحسين وتعزيز العمل الجماعي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قلاب تسفى سلاسي مضمون وأهميته وضرورة العمل الجماعي، بالإضافة إلى بناء فريق فعال ودور القيادة في بناء فريق عمل فعال. وأكد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة السيد صالح إبراهيم على الأهمية الكبيرة للعمل الجماعي في الإنتاجية، داعيا المؤسسات الحكومية إلى العمل به بتوسع. من جانبه أوضح مدير مديرية دكمحل السيد يماني أبران أن أغلب الأعمال مرتكزة على العمل الجماعي، وسيتم تنظيم سيمينارات مماثلة مستقبلا. وأشار المشاركون إلى أن العمل الجماعي يسهم في سد الفجوات، وأوصوا بتشجيع تنظيم سيمينارات مماثلة. تلقى المعلمون من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية في مديرية قندع دورة تدريبية حول بناء قدرات المعلمين والتنفيذ المخطط للعملية التعليمية. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ سليمان محمود أهمية تنظيم دورات تدريبية لرعاية وتنشئة الأطفال وتمتد لتشمل المعلمين الآخرين. وذكرت مسؤولة خدمات التعليم التمهيدي في مكتب التعليم بإقليم الشمال البحر الأحمر الأستاذة جميلة حسن ذكرت تدريب حوالي 90 معلمة في مرحلة التمهيد خلال العام الدراسي 2025-2026. توجد 27 روضة أطفال في مديرية قندع. في غضون ذلك نظم سيمينار في أسمات يوم 5 مايو ل120 معلمة حول قيم مهنة التدريس والمعلمين. هدف السيمينار غرس القيم المهنية. أكد مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بإقليم عنسبة السيد ملؤ تسفى مريم أن الوطنية في إريتريا تمثل قيمة متوارثة تنتقل من جيل إلى جيل. جاء ذلك خلال الندوات التي أقيمت في مناطق أصمات وحلحل وحقات خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث أوضح أن الوطنية ترسخت في وجدان الأسرة الإريترية باعتبارها إحدى أهم القيم المجتمعية التي حافظت على تماسك الشعب الإريتري في مختلف المراحل.
وأشار إلى أن تمسك الشعب الإريتري بروح الصمود والتحدي مكنه من الحفاظ على سيادته الوطنية، وأن شعار الاحتفال بعيد الاستقلال لهذا العام صمودنا ضماننا يجسد هذا المعنى ويعبر عن أهمية الثبات والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات. وفي ختام حديثه شدد المسؤول على أن تعزز الإنتاجية يتطلب ترسيخ روح الوحدة والتكامل بين المواطنين، داعيا في الوقت ذاته تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إلى الإطلاع بدور ريادي في هذا الجانب. شيدت 5 غرف إضافية في عيادة عد حوشة بمديرية قلعة نفح في الإقليم الأوسط بتكلفة بلغت أكثر من 300 ألف ناف. تخدم العيادة 9 قرى في إدارات ضواحي عد حوشة وعد العدة وأنبيتو والأمزة. وأوضح مدير مديرية قلعة نفح السيد محري يوهانس في حفل الافتتاح الذي أقيم في 7 مايو، أوضح بأن الغرف التي تم بناؤها بمبادرة المجتمع ستساهم في حل مشكلة نقص الغرف في قسم الولادة. وأكد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض عند ميكائيل فريم أن سلامة الأم والطفل هي الأولوية القصوى، وستسهم الغرف المشيدة بدور كبير في هذا المجال. حضر الحفل المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط العقيد قبره النس ولد قرقيس، وقائد شرطة إرتريا العقيد محرس القاي، ومسؤول الصحة في الإقليم الأوسط السيد تسفاي تسفاسين. وقدم فيه جوائز لمقدمي المساهمة الاستثنائية. وعرب مسؤول قسم الإدارة والمالية بوزارة الصحة السيد يماني تعدل في كلمته، أوضح عن تقديره للدور ومساهمة المجتمع، وحث على بذل المزيد من الجهود في مجال النظافة العامة. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني اليوم السبت، بما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يشكل الرد مدخلا لمفاوضات جدية. في المقابل، كشفت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران ينبغي أن تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرين أن تدمير هذا القطاع قد يتم خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفع طهران تقديرهم إلى التفاوض من موقع ضعف. من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددا على أن طهران لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، إضافة إلى قصف قاعدتي ميرون وشراق شمال إسرائيل. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت أكثر من 85 هدفا تابعا للحزب في منطقة البقاع وجنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. أجرت كوبا مناورات عسكرية شملت قصفا مدفعيا حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، في ظل تصاعد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونفذت فرقة عسكرية من منطقة سيوغو دي أفيلا تدريبات في ميدان تدريب مركز دراسات الجيش المركزي في فيلا كالارا وسط كوبا ضمن برامج الاستعداد. تأتي هذه التدريبات وسط تصاعد حدة الخطاب من واشنطن. ووقع ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يوسع نطاق العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، وهي خطوة ندد بها الرئيس ميغيل دياز كانيل ووصفها بأنها قصرية. أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن أن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اتفقوا على التعجيل بالتصديق على اتفاقية إطارية لأمن النفط وتفعيل شبكة الكهرباء الإقليمية التابعة للرابطة، في خطوة تهدف إلى تقليل أثر اضطرابات الأسواق الخارجية الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط. وقال ماركوس في بيان الختامي لأعمال القمة 48 لرابطة آسيان في مدينة سيبو الفلبينية إن الخطوة الأولى التي اتفق عليها القادة
هي الدعوة إلى تسريع التصديق على اتفاقية آسيان الإطارية لأمن النفط المعروفة باسم أبسا، وهي اتفاقية تهدف إلى ضمان الدعم المتبادل بين الدول الأعضاء عند حدوث نقص في إمدادات الطاقة. وذكر أن القادة شددوا على أهمية تأمين سلاسل إمداد مستقرة وموثوقة للطاقة وزيادة الترابط بين الدول الأعضاء في هذا القطاع، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والبديلة بما ينسجم مع الالتزامات المناخية طويلة الأمد ويحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة. أدى ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا إلى مقتل 3 متسلقين من بينهم أجنبيان وفقدان 10 آخرين بحسب الشرطة المحلية. وأوضح رئيس شرطة هالماهيرا الشمالية إيرليتشون ديباسون أن هناك 3 قتلى من بينهم أجنبيان وشخص من سكان جزيرة تيرناتي الواقعة في شرق إندونيسيا وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن 10 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمنطقة التي أغلقت أمام الزوار بعد رصد العلماء نشاطا بركانيا. من جهتها قالت رئيسة هيئة الجيولوجيا الحكومية لانا ساريا إن الثوران ترافق مع دوي قوي وعمود كثيف من الدخان ارتفع إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمة جبل دوكونو في إقليم مالوكو الشمالي. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بذكر أهم ما جاء فيها. مستشفى مندفر المرجعي يسجل تطورا ملحوظا في الكوادر والتجهيزات الطبية. إجراءات حماية الغابات في مدينة منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. وترامب يترقب رد طهران وإسرائيل تتوعد بشلل كلي لقطاع الطاقة الإيراني. كوبا تجري مناورات عسكرية وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. وقادة الآسيان يختتمون قمتهم 48 بالاتفاق على أمن الطاقة. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.